جربنا اذكى واغرب خدع تيك توك عشان نقول لكم هتسهل حياتكم فعلا ولا اي كلام، وده الجزء ال 41. فجربنا المره دي اغرب ميكس جيلي، احلى نودلز كوريه، تورته من الكريب، وازاله البقع باللبن، وحاجات تانية هتشوفوها دلوقتي. الهاك اللي جاي دي بتقول لك ايه، انت ممكن تعمل الهوت دوج ويطلع لك بنفس الطعم اللي انت عارفه ده، بس من الجزر، من غير اصلا ولا هوت دوج ولا لحمه ولا اي حاجه مصنعه. انا مش متخيل يعني ازاي جزره ناشفه بتتقطم جامد فتبقى هوت دوج بعد شويه. ادي الجزر اهو متقشر وجميل، نبتدي نحط عليه كوبايه شوربه وشويه صويا صوص كده حلوين، عليها معلقه كبيره خل، على شويه مستردة، ونسيب الجزر يتنقع في الخليط ده نص ساعه. بعدين بنعمل ايه بقى، بنحطه في طاسه ونزود عليه ميه ونسيبه يتسلق في الخليط ده براحته لحد ما يبقى قوام الجزر كده طري شويه، تحس انه بدا ياخد ويدي. وبعدين بنشويه على الجريل. بس قلنا ايه بقى، مش هندوق غير لما نعمل التجربه كامله. نجيب عيش ونحط الخيار المخلل والجزر، شويه كاتشب على مستردة، عشان نطلع في الاخر باكتشاف ما يتصدقش. طبعا انتوا غالبا هتفكروا ان انا بحور او بجامل الجزر مثلا، بس الطعم غريب، مفيش خالص وجود للجزر ولا في القوام ولا في الطعم ولا في اي حاجه، وفي طعم شوي مع التوابل والصوصات اللي محطوطه. يعني لو مغمض عينك هتحس ان انت بتاكل هوت دوج عادي جدا. فطبعا الهاك دي هدخلها قائمه تمام. الفيديو اللي جاي ده بيقول حاجه غريبه جدا، بيقول لك ان انت لو عندك بقعه حبر او يعني قلم عمل على هدومك، ممكن تنضفه ايه بقى، بلبن. انا مش فاهم ازاي يعني هننضف الهدوم ونسيبها تعفن من اللبن، بس خلونا نشوف. جبنا حته قماشه وعملنا عليها خطين كده صغيرين بالقلم، ودلقنا عليها بق لبن صغير، واحنا بندعي ربنا يسامحنا على اللي بنعمله. بدانا ندعك كويس، ما طولناش دقيقه او اتنين عشان نبص بصه كده ونلاقي ان الحبر اختفى بجد. انا مش مصدق، احنا في الاول كنا فاكرين انه القماش عشان لسه مبلول ولونه ازرق والقلم كمان ازرق فمش باينين، بس لما القماشه نشفت لقينا ان فعلا مفيش اي اثر خالص للكتابه بتاعه القلم. حاجه غريبه جدا بس شغاله، وهدخلها قائمه تمام. الفيديو اللي جاي ده بقى عملوا تورته من الكريب، حوالي 40 طبقه كريب مثلا، بينهم كريمه وفراوله وفوق فراوله، وشكلها مبهر جدا. بدانا في الاول خالص نعمل عجينه الكريب. جبنا الجهاز بتاع تورنيدو، عباره عن جزئين. الجزء اللي بتخلط فيه العجينه ده حطينا فيه كل المكونات مره واحده، وفي الجزء الثاني ده اللي هو بتحطه على العجينه فتستوي على طول. قعدنا نحرك الايد اللي فوق دي مره واثنين ثلاثه لحد ما كل العجينه اتخلطت. بعدين شغلنا الجهاز واستنينا لحد ما اللمبه الحمراء دي اتطفت. كده الجهاز وصل للحراره المظبوطه. نبدا بقى ايه، نحطه على طبق العجينه اللي هو على قده بالظبط. نرفع، نستنى دقيقه دقيقه ونص، ونلاقي طبقه الكريب بتتزحلق لوحدها، لان الجهاز ده طبعا غير لاصق. كررنا بقى الخطوات، عملنا حوالي 95 وحده كريب عشان نبتدي نرص الطبقات ورا بعض. طبقتين كريب بينهم طبقه كريمه، ونفضل نكرر لحد ما يبان لنا اصحاب او الكريب اللي احنا عاملينه يخلص في الاخر خالص بطبقه فراوله من فوق، عشان لما نقطع كميه الطبقات دي نلاقي المنظر من جوه فظيع. بصوا للامانه هي مرهقه. هو احنا بس اللي ساعدنا انه جهاز الكريب بيطلع الحاجات كلها تسويه واحده، وفي نفس الوقت قطع الكريب احجامها متساويه. بس في الاخر بقى لما تيجي تدوق الطعم يعني ولا غلطه، كميه طبقات كتيره جدا غرقانه كريمه من جوه مع الفراوله مع طعم عجينه الكريب نفسها. حاجه بصراحه لازم تجربوها، وهدخلها قائمه تمام. الفيديو اللي جاي ده بقى من الحاجات اللي يتخاف منها. هم عملوا احلى طبق جيلي انا شفته في حياتي بدون مبالغه، في حوالي 6 طبقات و9 10 الوان في بعض وشكل مش طبيعي. جبنا القالب الحلو بتاعنا، رصينا فيه فراوله في الاجزاء الواسعه دي، جنبها حطينا توت اسود، وفي الفراغات الصغيره اللي في النص دي حطينا خوخ متقطع. ونزلنا باول طبقه من الجيلي، وهي الجيلي الشفاف اللي هي يعني من الاخر شويه ميه سخنين عليهم جيلاتين. نسيب الحفله الكبيره دي في الثلاجه لحد ما الجيلي يجمد، ونخرجها عشان نبتدي نحط طبقه الجيلي الثانيه اللي هي عباره عن ايه، عباره عن شويه لبن متدوب فيهم جيلاتين عشان يعملوا لنا طبقه الجيلي البيضه دي. وكنوع من الفراغ يعني نبتدي نعمل طبقه جيلي تانية من الفراوله، بس المره دي هنحط عليها راسبيري من غير سبب، وندخلها تجمد، نستناها تخرج، نزود طبقه جيلي كمان. نكرر بقى نفس الخطوات تاني. عبي اي جيلي تقابله في الشارع، هاته هو والعيال. نحط طبقه جيلي تفاح، ندخلها التلاجة، افضل دخل القالب وخرجه لحد ما يطفش من التلاجة. بس بصراحه بعد الدكتوراه الجيلي اللي احنا عملناها دي، النتيجه شكلها فظيع. يعني تحفة الشكل، الله ينور والله، برافو علينا وكل حاجة، بس هو إهدار وقت، إهدار موارد، إهدار جيلي، إهدار مفصلات تلاجة. إحنا في 4 أشخاص قضوا شيفت كامل، اللي بيسيح الجيلي واللي بيحط واللي بيسند من هنا. فلازم كل فراولة تبقى قاعدة في مكانها والتوت جنبها بس مش لازق فيها عشان بتتكسف. فضياع للعمر كله بجد. هل يستاهل كل ده؟ احكموا انتوا بقى. الهاك اللي جايه دي بتقولك لما تيجي تعمل نودلز وانت ما عندكش مصدر او حاجه تسخن عليها الميه، ممكن تسخنها بمكوه الملابس. فجبنا بوله حطينا فيها علبه نودلز وسخنا المكوه، وبدانا نعمل واحده من اكتر الحاجات العبثيه في الحياه. انا لما بفتكر شكلي وانا بعملها بتكسف قوي. الميه نزلت سخنه بس تعال احكي لكم.
هو إحنا بنعمل إيه والله، يعني المَيّة نزلت سخنة اللي هو دافية، يعني تحط فيها إيدك ما تلسعكش، لكن سخنة لدرجة إن هي تعمل النودلز تطرى وتستوي والكلام ده طبعًا مش حقيقي، محتاج أنت بقى إيه عشان تعمل ده، إنك أولًا تفضل موصّل المكوة بالفيشة، ممكن تاخد مَيّة سخنة بس برضه ممكن تتكهرب، فهتبقى عملت النودلز بس مش هتلحق تاكلها، هتسيبها للورثة بقى. الهاك طبعًا مستفزة وأدخّلها قايمة أي كلام. الهاك اللي جاية دي فيها طريقة أنا مش عارف كانت غايبة عننا فين كل السنين اللي فاتت دي، بس هي طريقة سهلة أوي عشان تفصل البياض عن الصفار. جبنا البتاعة اللي هي العريضة دي اللي ما حدش يعرف اسمها، وحطينا عليها البيضة من فوق، بس هي تقريبًا البيضة عارفة إحنا بنعمل إيه فهربت، فقُلنا نجرب مع التانية اللي هي المخرمة دي بس ما نجحتش خالص، فحطيت الموضوع في دماغي بقى، جبت البتاعة السودا دي تاني، بس المرة دي لما حطيت البيض اتفصلوا فعلًا، البياض نزل من الفتحات كده لوحده والصفار نزل برضه بعدها على طول. قررت بقى ان انا ايه مش هعديها، فضلت اجيب الصفار احطه فوق وينزل واحطه وينزل وصمم على رايه، بس في الاخر هم اتفصلوا وخلاص. بصوا هي حلوه وشغاله، بس انا حاسس ان في طرق كتير اسهل من كده. الهاك كده كده شغاله فهدخلها قائمه تمام. الفيديو ده مفروض ان هم عملوا اشهر وصفه نودلز كوريه، هي فيها حوالي 18 مكون مثلا، بس خلونا نشوف يمكن يطلع عندهم وجهه نظر. فبدانا على طول حطينا ميه في الحله الكهرباء بتاع التورنيدو، ودي تقدر تسوي فيها حاجتين مع بعض، بس اهم حاجه يكون اكل خفيف يعني شوربات نودلز، وكمان بتحط في الجزء اللي فوق اي حاجه تستوي على البخار، خضار مثلا او بيض زي ما احنا عملنا. المهم بعد ما الميه غليت نزلنا فيها النودلز، سيبناها دقيقتين 3 نص سوا بس، بعدين صفينا 90% من الميه وبدانا ننزل عليها بالتوابل بتاعتنا، معلقه صغيره توم مبشور، جنزبيل مبشور، معلقه خل، على معلقه ونص صويا صوص، ورشه فلفل احمر، وشويه بصل اخضر كده حلوين من فوق. قلبنا كويس جدا وسيبنا المكونات دي تاخد غلوه كده مع بعض، وبعدين بدانا نزود من فوق لحمه مفرومه متعصجه، نقلب اللحمه، نزود كمان من فوق رشه بصل اخضر على شويه فلفل احمر، ونغرق بقى الدنيا سمسم زي اي نودلز كوريه، عشان يطلع لنا في الاخر واحد من اغرب اطباق النودلز اللي جربناها. ليه غريبة بقى؟ لأن هي حلوة جدًا، جدًا، بس توكسيك، يعني أنت من تاني شوكة لو قدرت أصلًا تكمّل تاني شوكة، في حاجات بتبدأ تطلع في دماغك وحاجات بتطلع من ودانك وكمية شطة مش طبيعية، بس بعيدًا عن جزء الفلفل ده لو أنت يعني حطيته على جنب، ميكس التوابل والصوصات اللي اتحطت مش طبيعية، الناس ليها حق بصراحة إن هي تصيح على حلاوة النودلز الكورية، وطبعًا الهاك دي هادخّلها قايمة تمام. الهاك اللي جايه دي بتقول لك انه ازايز الصودا اللي هي الازاز دي ممكن تفتح الغطا بتاعها بولاعه، ليه مش عارف، هنشوف يمكن يبقى فيه وجهه نظر. فبدانا نجرب، جبنا ازازه الصودا وسلطنا عليها الولاعه من كل النواحي لحد ما سخنت جدا. بدانا بقى ايه نحاول نفتحها، مره بالمعلقه، بالايد، بالشوكه، بالسكينه، بالحب حتى، ولا اي حاجه، رغم ان احنا اصلا مستخدمين ولاعه قويه جدا، يعني احنا كان ناقص نحطها في بركان عشان تفتح. هو إحنا ليه بنخترع هاك لحاجة أصلًا الأزايز دي بقت تتفتح بالإيد بسهولة؟ أنا ربنا رزقني بدي ممكن أفتح بيها، أروح أجيب ولاعة ليه من برّه أستخدمها؟ عايزين ولاعة نقفل بيها بقى. طبعًا مش شغالة وهادخّلها قايمة أي كلام. لو عجبتكم الحلقة اعملوا لها لايك وشير، لو ما عجبتكوش اعملوا لها شير بس، وقولوا لنا عايزين تشوفوا إيه تاني الحلقات الجاية.